في وقت كانت فيه الكرة في مصر مليانة نجوم كبار، وكان النادي الأهلي هو الحلم اللي مفيش أكبر منه. كان فيه ولد صغير من الفيوم اسمه سيد عبد الحفيظ، ولد بسيط بيحب الكرة لدرجة الجنون، بيصحى على صوتها وبيمشي في الشارع بكرة تحت رجله كأنها جزء منه. لكن محدش كان عارف إن الولد ده بعد كام سنة هيبقى لابس التيشيرت الأحمر وبيقف وسط عمالقة الكرة في مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. هنتكلم في الفيديو ده عن سيد عبد الحفيظ، وهنحاول نعرف هو سيد كان لعيب احتياطي وعلى قده، ولا كان لعيب جامد ومؤثر مع الأهلي في الفترات اللي لعبها. وأنا هنا كالعادة هعرض لك الحقائق والأرقام المتاحة، وهسيب لك أنت الحكم في الآخر. سيد بدأ من هنا، من التراب. كان بيلعب في مركز شباب الفيوم، وكل الناس كانت شايفة فيه حاجة مختلفة. مش أمهر لاعب ولا أكتر واحد بيستعرض، لكن كان عنده حاجة نادرة جدا: عقل كروي رهيب وهدوء غريب في الملعب. المدربين كانوا بيقولوا الولد ده بيفكر وهو بيلعب، وده كان المفتاح اللي فتح له باب الحلم الكبير. وفي يوم جه كشاف من الاهلي يتفرج على ماتش للناشئين في الفيوم. بعد الماتش راح له وقال له: يا ابني نفسك تلعب في الاهلي؟ رد سيد وهو مش مصدق نفسه: ده حلم حياتي يا كابتن. ابتسم الكشاف وقال له: خلاص جهز نفسك، هتيجي القاهره الاسبوع اللي جاي. اتنقل سيد للقاهره وسكن في بيت الشباب التابع للنادي، وبدا مشواره في قطاع الناشئين بالاهلي. سنين من التعب والتمارين الصبح وبالليل ومفيش راحه، لكن كل مره كان بيقع كان بيقوم اقوى. في التسعينات قطاع الناشئين في الأهلي كان مدرسة قاسية، اللي مش قادر يتحمل الضغط والمنافسة كان بيخرج بسرعة. بس سيد كان مختلف، كان دايما في الميعاد، ملتزم محترم وأداؤه ثابت. كل مدرب كان يمسك فريقه كان بيقول عنه كلمة واحدة: ده هيتصعد قريب. وفعلا حصل. في نهاية موسم 96 97، وبعد ما الأهلي كان راجع بقوة للمنافسة الإفريقية والدوري، بدأ الجهاز الفني يدور على دم جديد، شباب عندهم روح يقدروا يشيلوا اسم الأهلي في السنين اللي جاية. وكان اسم سيد عبد الحفيظ من أول الأسامي في القائمة. وتعالى الأول نتكلم عن الأهلي في الفترة دي عشان أحاول أدخلك جوه الأحداث وتعرف تحكم كويس على البداية. الأهلي كان مسيطر على بطولة الدوري من موسم 93 94، يعني سيد داخل على فريق هو في الأساس البطل المسيطر والمهيمن على البطولة المحلية، وده بيحط ضغط كبير على ناشئ لسه متصاعد للفريق الأول من قطاع الناشئين. الحقيقة إن الأهلي الفترة دي كان بيضم نجوم اسمها يخض، زي حسام حسن وعصام الحضري وياسر ريان وأحمد فيليكس وإبراهيم حسن وهادي خشبة ووليد صلاح الدين وغيرهم من نجوم الصف الأول. لكن سيد ما فرقش معاه الموضوع ده، ومن أول دخوله الفريق وهو بدأ يركز على هدف واحد وبس، وهو إنه مش جاي الأهلي مجرد زائر وفترة وتعدي. لا، هو كان عايز يحط اسمه من ضمن الكبار الأهلي اللي عملوا تاريخ وعملوا إضافة جوه وبره أرض الملعب. في أول تمرينة كان متوتر جدا، الكرة بتهرب منه، بس الكل لاحظ حاجة: الولد ده عنده شخصية، مش بيخاف مش بيتراجع ودايما عايز يثبت نفسه. عدى كام أسبوع وجات اللحظة اللي استناها: ماتش الأهلي في نص نهائي الكاس قدام الاتحاد السكندري موسم 96 97، والمدرب قرر يديله أول فرصة رسمية. نزل سيد عبد الحفيظ بديل في الشوط الثاني. الملعب كله كان صوته عالي والضغط كبير، بس هو دخل بثقة مش طبيعية. استلم أول كورة، لف بيها ووزعها بهدوء كأنه بيلعب في الأهلي من 10 سنين. مباراة بعد مباراة الجمهور بدأ يحبه، مش بس علشان أداؤه الفني لكن علشان الروح اللي كانت بتخليه يجري طول الماتش، يدافع ويهاجم ويشجع زمايله كأنه بيقاتل على كل كورة كأنها الأخيرة. المدربين حبوه لأنه ابن النادي، ابن النادي بمعنى الكلمة، مخلص منضبط وعنده ذكاء يخليه يفهم الكورة كويس جدا. سيد فضل مكمل مع الأهلي في فترة كانت فيها تغييرات كبيرة جدا، من جيل بيضم الأساطير لجيل جديد بيحاول يبني نفسه. شارك في بطولات محلية ولعب في إفريقيا، وكان دايما من العناصر اللي بتدي استقرار للفريق. وفي موسم 98 99 بدأ يبقى له دور أكبر، وبقى لاعب أساسي في تشكيل الفريق. قدر يسجل أهداف مهمة، أبرزها في بطولة الدوري وكمان في البطولة العربية. وكان معروف بدقته في التمريرات العرضية، وقدرته على التحرك من غير كورة، وسرعته الكبيرة جدا اللي دايما كانت بتديله أفضلية على أي مدافع بيواجهه. وهنا بقى لازم نقف شوية في محطات في تاريخ سيد عبد الحفيظ مع الفريق الأول في النادي الأهلي. 26 سبتمبر 1997 ده تاريخ أول هدف لسيد عبد الحفيظ مع الأهلي ضد الشمس في مباراة انتهت بنتيجة 4-1 للأهلي. سيد بدأ الأهداف في الدقيقة 23، وبعدها علي ماهر تكفل بباقي الأهداف وأحرز هاتريك عشان يكتسح الأهلي الشمس. ومن اليوم ده بدأ سيد عبد الحفيظ يعرف طريق الشبكة اللي ما سابوش لحد آخر مباراة له مع الأهلي في 2006. لكن لو هنتكلم عن أهم لحظات سيد اللي أثرت في تاريخ الأهلي، فلازم هنا نتكلم عن موسم 2001 2002 اللي سيد عبد الحفيظ كان واحد من أهم نجومه.
وتعالوا نتكلم شوية عن الموسم ده لأني بحبه أوي الحقيقة، وعشان فيه مباريات غيرت التاريخ للأبد سواء في الدوري المحلي أو البطولة الإفريقية. بدأ الأهلي الموسم بالإعلان عن التعاقد مع مدير فني برتغالي مجهول بالنسبة للمصريين. درب فرق في البرتغال لكنه أول مرة يدرب في أفريقيا. المدرب ده اسمه مانويل جوزيه. أول مباراة لمانويل جوزيه مع الأهلي كانت من أهم مباريات الأهلي في التاريخ، وهي مباراة الأهلي وريال مدريد على لقب نادي القرن العالمي. لقب شرفي ومش رسمي، لكن وقتها فكرة إنك تشوف زيدان وفيجو وسالجادو وروبرتو كارلوس وراؤول وفرناندو هيرو في استاد القاهرة كانت حدث كبير جدا لكل المصريين مش الأهلاوية بس. الأهلي عمل مباراة تاريخية وقدر يفوز على ريال مدريد بكامل نجومه 1-0 بهدف صندي النيجيري بعد مجهود كبير من نجم الأهلي الصاعد حسام غالي. بدأ الأهلي مبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، والحقيقة إنه كان ماشي كويس وحقق نتائج مش بطالة. برغم التعادل في أول مباراة مع مزارع دينا إلا إنه كمل وعمل سلسلة انتصارات بعدها ما وقفتش غير في الإسماعيلية بتعادل مع الإسماعيلي 1-1. طبعا أنا مش محتاج أفكرك وأقول لك إن الموسم ده الإسماعيلي كان بيطلع نار من بقه وقدر يفوز باللقب في آخر الموسم بعد صراع كبير قوي مع الأهلي. في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا الأهلي كان ماشي كويس برضه وقدر يفوز على بيترو أتلتيكو 3-1 في أنجولا في أول مباراة في المجموعات، وبعدها يفوز على شباب بلوزداد وأسك ميموزا في استاد القاهرة 1-0. إلا إنه خسر مباراتين ورا بعض من أسك في أبيجان ومن بيترو أتلتيكو في استاد القاهرة، وقدر يحسم الصعود بعد الفوز على شباب بلوزداد 1-0 في الجزائر عشان يصعد تاني خلف بيترو أتلتيكو الأنجولي اللي تصدر المجموعة باقتدار. بعد صعود الأهلي اصطدم بالترجي التونسي في دور نصف النهائي. ولو انت مش عارف مواجهات الفرق المصرية مع فرق شمال افريقيا في الوقت ده، فاحب اقول لك اننا كنا بنبقى داخلين المباراة وخسرانين نفسيا قبل ما نخسر كورة. كانت عندنا جملة شهيرة قوي في الوسط الكروي اسمها عقدة شمال افريقيا، اللي ساهم سيد عبد الحفيظ في كسرها وتغيير تاريخ المواجهات تماما. المباراة الأولى كانت في استاد القاهرة، وما كانش حد من الجماهير عنده أي شك في إن المباراة دي هتكون صعبة جدا. أنت بتتكلم عن الترجي في عزه، وكان وصل نهائي البطولة النسختين اللي فاتوا، لكنه خسرهم قدام هارتس اوف اوك الغاني والرجاء الرياضي المغربي. بدأت المباراة بضغط كبير قوي من الأهلي على أمل إحراز هدف مع البداية يسهل المأمورية على الفريق في باقي المباراة وفي مباراة العودة، لكن ده ما حصلش للأسف. الأهلي ضيع كمية فرص مش طبيعية، ولو ما شفتش ملخص المباراة ادخل شوفها على اليوتيوب عشان تشوف قد إيه الأهلي ما كانش محظوظ في الماتش ده. وللأسف المباراة انتهت بالتعادل السلبي 0-0. الأهلي رايح الملعب الأولمبي في رادس وأماله لا تتعدى 20% في تخطي فريق مرعب بحجم الترجي على أرضه ووسط جمهوره. واللي زاد الطين بلة هو إن الترجي اتقدم في الشوط الأول بهدف. كده الأهلي أصبح مطالب يحرز هدف على الأقل عشان يتأهل للمباراة النهائية. المباراة الحقيقة كانت ماشية سجال بين الفرقتين، والجمهور الأهلاوي بدأ يفقد الأمل واحدة واحدة لحد ما جه سيد عبد الحفيظ وأطلق صاروخ من بعد نص الملعب سقط في شباك محمد الزوابي في الدقيقة 82 عشان تنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي ويصعد الأهلي للمباراة النهائية ويقابل صن داونز الجنوب أفريقي. الحقيقة إنك لما تيجي تبص على تاريخ مواجهات الفرق المصرية مع شمال أفريقيا هتلاقي إن الهدف ده كان نقطة تحول، ومن بعدها في تفوق واضح في النتائج لصالح الفرق المصرية. هدف سيد عبد الحفيظ تقدر تقول إنه غير التاريخ تماما في البطولات الإفريقية، وأصبحت الغلبة للفرق المصرية بعد ما كانت فرق شمال إفريقيا عقدة كبيرة قوي بالنسبة للأندية المصرية. ذهاب نهائي دوري الأبطال كان في بريتوريا في جنوب أفريقيا، والأهلي قدر يتقدم بالهدف الأول عن طريق سيد عبد الحفيظ اللي كان متألق في الفترة دي وكان واحد من أهم أسباب الفوز بالبطولة. وبالرغم من إن صن داونز قدر يتعادل وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي، إلا إن الأهلي قدر يفوز في مباراة العودة 3-0 بفضل هاتريك خالد بيبو اللي كان بيقدم أعظم موسم له على الإطلاق. أما في الدوري المحلي كانت المنافسة مشتعلة بين الأهلي والزمالك والإسماعيلي، لكن مباراة الأهلي والزمالك ومباراة الزمالك والإسماعيلي أبعدت الزمالك تماما عن المنافسة بعد ما خسر الزمالك من الأهلي 6-1 منهم هدف من صنع سيد عبد الحفيظ، وكمان خسر من الإسماعيلي في استاد القاهرة بنتيجة 4-3 فضل تألق الزئبقي محمد بركات والصاعد الواعد أحمد فتحي. الإسماعيلي قدر يفوز ببطولة الدوري الموسم ده بفرق نقطتين عن الأهلي اللي جه في المركز الثاني بعد التعادل مع غزل المحلة في المحلة في مباراة كانت صعبة جدا. لكن سيد عبد الحفيظ كتب اسمه في سجل اللاعبين المؤثرين تأثير مباشر في بطولة كبيرة بحجم دوري أبطال إفريقيا اللي كانت غايبة عن الأهلي من 14 سنة. كمان سيد كان له تواجد في مباراة السوبر اللي انتهت لصالح الأهلي بنتيجة 4-1 أمام كايزر تشيفز جنوب أفريقي،
وقدر يحرز الهدف الرابع عشان يسجل اسمه كواحد من الهدافين في بطولة السوبر الإفريقي. سيد عبد الحفيظ على المستوى الدولي ما كانش له تواجد كبير مع المنتخب، وده بسبب الإصابات الكتيرة اللي كان بيتعرض لها، واللي من حظه السيء إنها كانت دايما بتبقى في أوقات البطولات الدولية الكبيرة. في الواقع الإصابات مش بس أثرت على مشاركة سيد مع المنتخب، لا، ده كمان أثرت تأثير مباشر على مسيرته اللي انتهت إكلينيكيا في 2003 وهو سنه 26 سنة بس، بسبب إصابة صعبة جدا ما قدرش يتعافى منها. ومن سنة 2003 لحد 2006 كان سيد بيحاول جاهدا يرجع تاني لمستواه، لكن المحاولات كانت دون جدوى للأسف. سيد لعب مع الأهلي أكتر من 500 مباراة وسجل 25 هدف، وده رقم كبير جدا بالنسبة لباك بيلعب في الحقبة الزمنية دي اللي كانت الباكات فيها حضورهم التهديفي ضئيل جدا بسبب طرق اللعب اللي كانت بتعتمد على الدفاع أكتر بكتير من الهجوم. في النهاية اللي عايز أقوله إن سيد ما كانش لعيب احتياطي ولا لعيب صغير زي ما البعض بيحاول يصدر ويقول. بالعكس، سيد وهو سليم كان مستحيل حد يلعب عليه في الأهلي أو في مصر عموما، لكن اللي عطله الإصابات فقط. وده رأيي، ويهمني أسمع رأيك في الكومنتات. هل كان لعيب على قده ولا كان لعيب جامد ومؤثر؟ إن شاء الله نعمل فيديو تاني عن مسيرة سيد عبد الحفيظ على المستوى الإداري بعد اعتزال الكرة سنة 2006. شكرا وأشوفكم على خير.